الا بغيتي الدهون اللي عندك متراكبه في الجسم تحيد، تبعي معايا اختي. راه مده 3 شهور نقصت فيها 20 كيلو، اقسم بالله البنات الا 20 كيلو. تبعي معايا اختي الطريقه وراك ما غاديش تندمي. شفط الدهون المتراكمه عندنا في البطن، خصوصا حنا العيالات تنعانيو معاها، فبقاي معايا اختي نعطيك الحلول اليوم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين بخير؟ الحمد لله. كي دايرين مع الصحه؟ شوفوا البنات، اليوم ما كاين لا وصفه ديال الحمل لا حتى حاجه. انا جيت بغيت نشارك معكم التجربه ديالي، بغيت نشارك معكم مناش مريت وكيفاش كنت نحس بالوزن الزائد اللي كان عندي، اي الغلظ كيف ما تنقولوا حنايا، راك غليظه، راك مترتره، راك ديك راك هادي. والله البنات وما تسالوني حلوف، اقسم بالله الا طيحت تقريبا 20 كيلو. 20 كيلو في مده، ما نكذبش عليكم البنات، في مده 3 شهور. مع هادشي اللي هاد الوصفه هذه اللي غادي نعطيكم هي ساعداتني على انقاص الوزن. ماشي هي 100% البنات اللي درت باش نقص لي الوزن، لا، ولكن هي ساعداتني باش ان الوزن ديالي ينقص، باش ان ما نبقاش داك الغلظ الخيب بزاف. راكم شفتوا التصاور قبل كيفاش كنت ومن بعد كيفاش وليت. والله البنات ما تسالوني حلف، هنا انا البلاصه فين ساكنه اي مره شافتني تقول لي كيفاش يا امال درتي تنقصتي، واو امال كيفاش درتي تنقصتي، بغينا الوصفه بغينا الطريقه، عطينا. وانا اليوم جيت بغيت نتقاسم معكم الوصفه اللي كنت نستعمل واللي كنت ندير. هاد الوصفه هذه تتساعد على شفط الدهون. دايره بحال دوك العمليات اللي تنديروا اللي تيديروا، يعني هادوك راهم غاليين، ولكن حنا غادي نديروا غير هادشي اللي عندنا في المتناول ديال الجميع، في المتناول البنات. اشنو اختي غادي ديري بالنسبه للوصفه؟ شوفوا البنات، الا بغيتوني نبقى نشارك معكم الاكل اللي كنت ناكل مع شنو كنت ندير وهادي، يعني بالديطاي داكشي البنات راه نشاركو معكم، ما كاينش مشكل. ولكن دابا حنا في الوصفه غادي ندير معكم الوصفه. اذا اختي ها هي الوصفه. شوفوا انا باش تعرفوني راه ما تنكذبش، نص دنجاله رانا استعملتها البارح، وهذا النص هذا دابا هاد الوصفه هذه اللي غادي ندير معكم انا رانا غادي نشربها، ما غاديش نلوحها، انا غادي نسيقي فيها وغادي نشربها. باش يبقى لكم الدنجال مزيان ديروا ليه هاد السلوفان هذا، انا عطيتكم فكره. اذا اختي اشنو غادي ديري؟ غادي تجيبي هاد النص دنجاله، ما ديريش الدنجاله البودنجال، هو اللي ما تعرفش الدنجال المهم كله شنو تيقول لي. ديري اختي غير النص ديال الدنجال. الحامض غادي نحتاجو الحامض حتى هويا كله شنو تيقول ليه. وهنا غادي نحتاجو حبوب الشيا، ها هي اختي كيفاش تكون حبوب الشيا على هذا الشكل. رابع مكون البنات، الا ما كانش عندكم بلاش، ولكن الا كان متوفر عندكم حتى هو البنات راه حارق وخارق للدهون. هذاك السكنجبير الطري، ماشي هذاك اللي تردوا به الغدا لا، ديال البهارات، لا البنات ديروا الاخر الطري حتى هو، يجيبوا منه واحد المكعب قد هكاها وغسلوه واستعملوه حتى هو مع الوصفه. اذا بالنسبه اختي للوصفه انا غادي نهضر وغادي بالزربه البنات باش ما يجي هكاها الفيديو طويل. شوفوا غادي تشدوا الدنجاله بحال هكا، غتشدوا الدنجاله غتقسموها على هذا الشكل هذا بالجلود ديالها، ما تحيدوا ليها لا جلود لا حتى حاجه. هاد الدنجال هذا راه تيساعد في شفط الدهون. ديروها اختي واستعملوا هاد الوصفه هذه ورحموني عليها الوالدين. اذا اختي انا درت الدنجال هنا قطعته، غادي نقطع حتى نص حامضه حتى هيايا. هادو البنات غادي نستعملهم الغدا، يعني كل نهار خاصك ديري قياس. ما غاديش ديري مثلا هاد الوصفه وتستعمليها الغد ليه، لا، مثلا درتيها اليوم حاولي انك تلوحيها، يعني لوحها للزبل حاشاكم وصافي، واستعمل الغد ليه وحده اخرى بحال هكا. هاد الحامضه هذه حتى هيايا بقشورها بكل شيء ليها، حاولوا ما تحيدوش ليها القشور نهائيا، ديروا ليها بحال هكا. راه اختي الحامض واعر البنات في انقاص الوزن. خل التفاح حتى هو الا بغيتوني نعطيكم الطريقه مرحبا راه نعطيها لكم، ما كاينش مشكل. اذا اختي بعد ما غنقطع لا فيديو لا حتى حاجه، ما غندير لا مونتاج لا والو.
اذا من بعد اختي ما قطعنا هذا الحامض هذا غنجيب واحد الكاس تكون عندو القفاله ديالو، وغندير اختي هاد المكونات هادو كاملين هنايا. ها نتوما تتشوفوا هذاك الدنجال راه ما غاديش يكحال، عرفتوا علاش؟ حيت فاش تديري معاه الحامض ما تيكحالش. ها اختي شتي هكاك، ها هي هذيك الدنجال وهذاك الحامض درناها اختي هنا. اذا شنو غادي نزيدو عليه؟ واحد المعالقه ديال حبوب الشيا، ها هي هكا معالقه ديال حبوب الشيا، وديرها هنا هكاك حتى لهنا. وها حنايا اختي مفاهمين. اذا شنو غادي ديري؟ غادي تكبي عليها الماء، ها هو الماء البنات حتى يعمر الكاس. غتبقاي غاديه بحال هكا، غادي تغطي هذاك الليمون وغادي تغطي هذاك السيترون، ولكن هذاك الليمون داك السيترون راه غادي يطلع للفوق، ماشي مشكل. حاولي تديري يطرو ديال الماء. انا هذا الكاس هذا عاد درتيه الزيترو هكاك. حنا غادي حتى نعمرو هذا الكاس بحال هكا. ها نتوما شفتوا البنات الماء هنا، حبوب الشيا حتى هي هنايا، وهنا الدنجال والحامض بقى لينا هنايا. صافي شنو غادي نديرو اختي؟ غادي نغطيوها بالسلوفان ولا باش ما كان البنات. المهم خاصها ضروري تغطى. وغادي ديريها اختي في الليل، هاد الوصفه غديريها في الليل، تحضريها في الليل وتقاديها على هاد الشكل هذا وتحطيها في الكوزينه، ما تحطيهاش في الثلاجه بلاش ولكن في الحال السخون نحطها في الثلاجه. دابا باقي شويه بحال ياك، وحطها اختي فوق البوطاجي. وفي الصباح البنات ما غاديش تستعمليها، عرفتي علاش؟ حيت راه ما غاديش تفطري غير تنوضي وتفطري. لا اختي ما غاديش غير تنوضي وتفطري، لا غادي تشدي واحد الكاس ديال الماء وغادي ديري فيه، غتعصري فيه نص حامضه بحال هكا، غتعصري فيه نص حامضه وغادي تحاولي تشربيه. صافي غتشربي كاس وغتعاودي من وراه كاس، وغادي تبقاي يا البنات من الفطور حتى ل 11 ولا ل 12 وتيا تشربي اختي اتاي في القهوه وكونوا مسوسين. صافي حتى لهنا وحنا مفاهمين. مازال ما شربناش الوصفه البنات هكاك البنات. وفاش غادي يجي وقت الغدا غادي تحاولي تشربي كاس يكون كبير من هاد المشروب هذا السحري، من هاد المشروب اللي واعر. غادي تحاولي تشربي كاس قبل الغدا، وكاس في وسط ما بين الغدا والعشاء، وكاس في العشاء. يعني هاد الاطرو هذا غادي تحاولي تشربيه ما بين الغدا وما بين العشاء، ولكن ما تشربيش في الصباح. علاش البنات؟ حنا بغينا داك هرمون الانسولين ما يطلعش، حيت الا دخلتي ليه ما غادي يدير حتى، ولكن عفوا الشيا والبودنجال فراهم البنات غادي ما يخليش، غادي يخلي هذاك هرمون الانسولين يطلع وصافي وغادي يجيك الجوع. اللهم خليه حتى لميقات الغداء وشربيه، وما بين الغداء والعشاء وشرب كاس، وفي العشاء عاوتاني شرب كاس. وغادي ترحمي ليا الوالدين على هذه الوصفه هذه، وغادي تقولي لي شكرا امال. عرفتي البنات هذه الوصفه هذه تتشفط دوك الدهون، تتحيد الدهون، خصوصا دهون البطن اللي تتكون متراكمه وتتكون عندنا تما. اش غادي نقول لك انا رانا درت من هذه المرحله البنات، راه ماغاديش نكذب عليكم، وراه انا باقا غاديه متبعه في الريجيم. ولا بغيتوا البنات نعطيكم الاكلات اللي كنت ناكل في انقاص الوزن فراه نتاهما واعرين. فراه ما غاديش تقولوا لا غادي ندير ريجيم، تسمعوا كلمه الريجيم لا راه تنخاف. لا بالعكس، الريجيم اختي عندي انا ساهل ماهل، تناكل كل شيء، ما حارماش راسي من الماكله. لا بالعكس، تناكل المسمن، تناكل المخمر، تناكل ما تنخلي ما تناكل، ولكن تنعرف كيفاش ندير الكميات، تنعرف نضبط الكميات كيفاش ناكل وقيتاش ناكل واش غادي يكون هرمون الانسولين اولا المهم خاصني نعرف. بالله الفضل 20 كيلو 20 كيلو خاص نزيد نطيب 12 كيلو وصل مع هكا يكون باش من دام يعني 2 كيلوات 4 كيلو نبقى غادي
ما في هذاك الريجيم ديالي. في البنات هي الوصفه الوصفه ترجي الامل ديالي، وصفه اللي هي معتبره ديروها غادي ان شاء الله يرحموا لي الوالدين. والله البنات نكذب عليكم، وصفه واعره، وصفه وانا معكم درت لكم، ولا انا ندي واحد الكاس في الكوزينه من العشاء غادي نشرب. وزياده على هاد الوصفه تخليش يعني انا محتاجيش كاع الرضويات تشريهم بواحد اللي هو غالي، واحد العكس تمام واعر هو زوين. عفوا الوصفه هي واعره، هي غزاله، غادي ان شاء الله نقصي بها. اذا خليتكم على خير البنات، وغادي نقول لكم السلام عليكم. حتى الفيديو